ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. بصوا بقى يا حلوين، معايا كده كوبايتين من السكر مجين كبار، وعليهم بالظبط كوبايتين زي السكر بالظبط ميه. يعني مش هزود ميه، لا هم هيبقوا مجين سكر مجين ميه. تمام يا بنات. لان انا جاتني واحده كده صاحبتي على الصبح غاليه عليا حبتين. تمام. وقالت لي عايزه اكل حاجه مسكره. طب يا حبيبه قلبي عايزه تاكلي ايه؟ قالت لي مش عارفه. فبصراحه قالت لي عايزه اكل ايه؟ كنافه بالمهلبيه. وراحت جابت لي الكنافه، الله يبارك لها، جابت لي الكنافه طريه، يعني جابتها ايه لسه معمول. تمام. قعدت احاول ان انا اعملها في الكب، ما نفعتش بالسكينه، ما نفعتش اقطع فيها في القطع، ما نفعتش. المهم ان انا ايه حاولت معاها لما ربنا اكرمني واتقطعت الكنافه. وبعد كده ايه جبنا شويه سمنه بلدي يا بنات، احنا مع بعض كده في الفيديو هنحكي لكم. المهم ان صاحبتي الغاليه دي قالت لي انا عايزه اكل كنافه بالقشطه. ايه بقى القشطه اللي هي عايزه تعملها يا بنت؟ هي عايزه تحط القشطه الجاموسي في قلب الكنافه، مش عايزه تعملها مهلبيه، لا هي عايزه تحط. قعدت بقى توصف لي ان انا اعملها ازاي. انا يا بنت عمري ما عملتها كده، ازاي بالكنافه يعني تتعمل بالقشطه؟ ما علينا، نكمل الحته دي عشان دي سمنه بلدي يا بنات، لو حابين تحطوا النص سمنه بلدي والنص اصطناعي تمام. وبعدين يا بنات حطيت ايه بودره الزعفران، تعمل بس لون خفيف كده في السمن. تمام، هي تدي برضو لون للكنافه. خلاص يا حلوين. وبعد كده ايه نرش بقى السمنه بتاعتنا. والمهم يا بنات ان احنا ندعك السمنه تتلغلغ جوه الكنافه، تتلغلغ. ماشي. خلاص يا حلوين، ندعكها قوي. المهم ان احنا ايه، لسه طبعا جبت الصينيه بتاعتي اهي، ومسكتها غلفتها بطبقه حلوه قوي من السمنه البلدي. وهنفرش الكنافه في الارضيه حلو، لازم نعمل لها سور يا بنات عشان لما نيجي نحط القشطه ما تطلعش منها. خلاص يا بنات اهو. ومعايا كده ايه كيلو الا ربع من اللبن بالقشطه بتاعته ما شاء الله. هزوده برضو مج ميه. تمام، انا بقول لكم على كل الخطوات. ومعايا كده ايه قد 6 معالق كده من النشا، او 4 زي ما انت حابه تحط، لان زودت نشا تاني فهم 6 معالق يا بنات. حطيت كده معلقه سكر، وحطيت لا 3 معالق سكر، وحطيت معلقتين قشطه. اللي صاحبتي عايزه تعمل بالقشطه فانا حطيت لها القشطه في الكريم. كده ايه ما شاء الله عليها اهي، شايفين الكريمه يا بنات؟ الله اكبر، تحفه. طعمها بصراحه خطير. كده ما شاء الله كيلو الا ربع غطى الصينيتين، يعني حطيت بس في النص. حاولوا ان انتم ما تجيبوش الكريمه على الطروف. اه، ما شاء الله تبارك الله عليه، خطيره. هستنى بقى لما تبرد خالص، وبعد كده هاجي اغطيها بالطبقه التانية ونحطها في الفرن بقى مع بعض باذن الله. وهنا كنت عملت السيرم يا بنات، شايفين العسل بتاعها؟ شربات تحفه. كده كانت بردت، وهنغطيها بقى بالطبقه التانية من الكنافه. عشان عملتها طبعا وسبتها شويه، فالزبد السمنه عملت فيها طبعا، مسكت في الكنافه كده شويه، عذبتني شويه على ما عملتها. وكده كانت الكنافه بتاعتنا طلعت من الفرن ما شاء الله تبارك الله عليه، تحفه يا بنات. الله اكبر، شايفين جمالها؟ هنسقيها بقى طبعا، السيرة مش سخن يا بنات، سقعان. والكنافه سخنه، يعني الشربات اللي انا عملته بارد من ساعتها، لكن الكنافه سخنه. اول ما طلعت سقيتها كده من العسل. مسكره بقى وبتقرمش، وفيها كل الخطوات الجميله اللي ممكن تعملها في صينيه كنافه زي دي. ما شاء الله عليها، خطيره. شوفوا يا بنات بقى الكنافه اللي طبقه الكريمه فيها متماسكه وجميله كده، شايفين؟ عايزاكم يا بنات بقى تعملوا لايك للكنافه الحلوه دي، واشتراك في القناه، وتنوروني يا حبايب قلب بكومنتات كتير كتير كتير. شاركولي بقى الفيديو يا بنات كده على صفحاتكم، وشجعوني بلايكاتكم الجميله. الله، شفتوا بقى دي الصينيه التانية يا بنات؟ هقطعها اهي. ما شاء الله عليه، خطيره خطيره خطيره. هسيبكم بقى يا بنات تتذوقوا الكنافه معايا او تدوقوا الكنافه معايا، جميله. لا 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 بجد. انا كنت بصور وهسجل بعد ايه، بعد ما اخلص. بس بجد لقيت الموضوع خطير خطير. لا لا لا، تستحق بقكم، لازم تجربوه. تحفه، ريحه السمنه البلدي والقشطه فيها خطيره خطيره خطيره. انا مش قادره اوصف بجد، لازم تجربوه. تحفه، والله العظيم بجد. شابوه عليا ولا شابوه ليا؟ بجد خطيره خطيره خطيره، تحفه. ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الابداع ده؟ ايه الحسل ده؟ عايزه اقول لكم ان صينيه ليا وصينيه لصاحبتي،
كالعاده يعني. دايما هي راشقه معايا في كل حاجه كده. وعايزه اقول لكم بقى ان هي قالت لي ايه، جت النهارده الصبح تقول لي انا عايزه اكل كنافه بالقشطه. فقلت لها تمام ماشي يا حبيبتي مفيش مشكله نعمل كنافه بالقشطه.